هو ممكن الكون كله يقف عشان خاطر مصلحه حد؟ يعني واحد فينا مثلا مصلحته ان الدنيا تقف، هو موجود في مكان مثلا زحمه وطريق زحمه وعايز يوصل مشوار، يتمنى مثلا ان الشارع كله يبقى فاضي في لحظه، فالشارع يبقى فاضي في لحظه فهو يلحق مشواره. ممكن ده يحصل؟ ممكن الكون كله يتسخر لخدمه شخص واحد؟ اه ممكن. ممكن بمنتهى السهوله كمان. من الرسائل اللي جت على الانبوكس مؤخرا من يومين ثلاثه، رساله جت من شاب مصري اسمه محمود ايمن. محمود بيحكي لي ان هو كان بيشتغل في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، وان هم في شهر ابريل اللي فات السنه دي، الشركه اللي بيشتغل فيها قالوا له احنا ايه يعني مستغنيين عن خدماتك خلاص، يعني لظروف يعني خاصه بيهم احنا خلاص مش هينفع نكمل واستغنينا عن خدماتك وتقدر تشوف شغل تاني. طبعا القرار كان مفاجئ وهو معتمد على الشغلانه دي بشكل كبير. طب هعمل ايه هعمل ايه؟ البديل الانسب واللي بيجي في بال اي حد ما هيدور على شغلانه بديله، هيدور بقى هنا هنا هنا. حاول يدور، بعت سي فيه في مليون مكان، السي في بتاعه السيره الذاتيه في مليون مكان، مفيش فايده. الفلوس اللي معاه عماله بتنقص بتنقص بتنقص، بتقل 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 بتقل، لغايه ما جه في لحظه مفيش مفر من ان هو خلاص بقى يرجع مصر يعني. فاستاذن من الكفيل بتاعه قال انا عايز ارجع مصر، فالراجل محترم جدا وافق يعني. فخلاص راح عشان يحجز تذكره السفر. كان عايز يسافر يوم 18 7. 18 7 راح عشان يحجز وحجز التذكره بالفعل وراح المطار في يوم 18 7. وجاي يعني وصل بقى الطابور وكده وخلاص داخل بقى على البوردنج وكده، فبيشوف فالبنت الموظفه بتقول له على فكره انت حاجز 18 9 مش 18 7. ازاي انا حاجز 18؟ لا حاجز 18 9. وببص كده في الوقاء فعلا حاجز فعلا 18 9. بعدها بشهرين الولد من اللخبطه ومن التوتر ومن حاله القلق اللي كانت عنده عشان الظروف اللي حصلت، حجز غلط يعني، حجز غلط متاخر شهرين يعني. طب يعمل ايه؟ يعمل، راح مكلم شركه الطيران انا عايز الغي الحجز. طيب تمام بس خلي بالك ان هيكون في خصومات. اوكي تمام ماشي، متفقين متفقين. بيبص لقى لغى خلاص الحجز. طب عايز بقى يحجز دلوقتي، فيحجز ازاي؟ معهوش فلوس الفلوس اللي رجعت من التذكره الاولانيه لسه هتاخد وقت عشان تسمع، وبعدين مش هتبقى مكفيه لان هي كمان راجعه ناقصه. راح مكلم اسرته في مصر قال لهم بعد اذنكم احجزوا لي اونلاين يوم 19 اللي هو بكره ده على طول 19 7. حجزوا له تاني يوم، كان تقريبا هيقعد في المطار حوالي 16 ساعه او 20 ساعه يعني حاجه كده لغايه ما الطياره تيجي. فضل قاعد بقى في المطار عمال يقول يا رب، وعمال بيفكر بقى في التداعيات اللي حصل له. طب انا ليه مشيت؟ طب هم ليه مشوني؟ طب يعني انا قصرت في حاجه؟ انا ما قصرتش. الكلمه اللي كانت دايما بتتردد في دماغه هما كلمتين مش كلمه واحده: انا ما قصرتش، انا ما قصرتش، انا ما قصرتش ويا رب، انا ما قصرتش ويا رب، انا ما قصرتش ويا رب. فتخيل بقى انت 16 ساعه عمال قاعد في المطار، لا قادر تروح فندق، معكش فلوس تروح فندق او تبات في مكان او كذا، و16 ساعه انت متذنب بقى في المطار لغايه ما يجي ميعاد طيارتك الجديده. ما قصرتش ما قصرتش ويا رب يا رب، لغايه ما جه ميعاد الطياره. اول ما جه ميعاد الطياره او قبلها بشويه كده، كان في مطار المطار الملك خالد في الرياض. حصل لو تفتكروا في شهر 7 اللي فات اللي هو اللي بيسموه الهجوم الامني السيبراني، اللي هو وقع كل المطارات في العالم يعني كلها، كانت كل المطارات في العالم وقفت وكل البنوك وكل البورصه اللي في العالم وقفت. هو كان اليوم بتاع 19 7 ده بالصدفه يعني. فتنبيه في المطار تم تاخير الطياره لمده 6 ساعات. 6 ساعات تاني هقعد لسه تاني في المطار 6 ساعات؟ يا دي النيله يا دي. قاعد طبعا متضايق يعني، ولا ناقص ناقص بتذنب بقالي 16 ساعه في المطار. يفاجئ بقى اثناء ما ال6 ساعات دول واقفين، اللي اتمنعت فيها حركه الطيارات خالص، كل الطيارات اتاخرت، يجي له تليفون على الموبايل بتاعه: الو ايوه يا استاذ فلان الفلاني، ايوه انا مين؟ احنا الشركه، انت كنت قدمت لنا من 3 4 شهور، قدمت طلب انك عايز تشتغل عندنا، احنا عايزينك فورا. قال له عايزيني فورا؟ ده انا في المطار، ده انا مسافر. لا 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 الغي سفرك. طب ده انا طب انا ما وبحرج اقول لهم ايه؟ ان انا خلاص يعني انا مسافر خلاص معيش فلوس يعني. احنا هنبعت لك عربيه تيجي تاخدك. هتبعتوا لي عربيه لغايه المطار؟ اه هنبعت لك عربيه لغايه المطار، احنا عايزينك وعايزين نوقع معاك بسرعه. انت لسه عندك رغبه تشتغل معانا؟ اه طبعا عندي رغبه اشتغل معاكم. طب ده انا اللي قدمت لكم. طيب يلا تعالى. وراحوا بعتوا له وراحوا خدوه واشتغل محمود في المكان الجديد، وفضل موجود في المملكه العربيه السعوديه. وقال جمله حلوه في نهايه رسالته، حتى بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكتشفت لحظتها اني ما دام ما قصرتش، ما دام كنت بقول يا رب، هو انا رزقي ما اتقطعش من السعوديه لكن اتوصل في مكان تاني في السعوديه برضه. فقصه غريبه تشوف منها قمه العدل الرباني. شوف ربنا يهيئ الظروف ازاي ويهيئ الكون ازاي علشان خاطر واحد عيشه ما يتقطعش من المكان. وشوف بص شوف كميه الحاجات اللي حصلت في القصه، ال 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 التقلبات اللي حصلت عشان خاطر الراجل ده يفضل موجود في المطار لغايه ما يجيله فرصه شغل في مكان كبير اكبر من اللي هو سابه. يعني الحاجات اللي زي كده بتخليك تفكر وتشوف
انك مهما كنت عايز حاجه معينه في توقيت معين، الفيصل دايما بيكون في نقطتين: هل انت فعلا عايز الحاجه دي ومش هتاثر في اي مجهود عشان توصل لها؟ والحاجه التانيه، لاي درجه هتكون واثق في ربنا وفي دعائك لربنا ان هو هيستجيب لك عشان تنول الحاجه دي. سيبك من الظروف، سيبك من الناس، سيبك من بعد المسافات، سيبك من الحواجز. وربنا عالم بالتوقيت الانسب والاصح لاي حاجه. ما دمت بتسعى باخلاص وبتسعى بمنتهى الوفاء للحاجه اللي انت عايز توصل لها، يبقى اقعد كده اتفرج وتمزج على تدابير ربك وهو بيسخر الكون بناسه، بظروفك بظروفهم، بحياتك بحياتهم، عشان يحقق اللي انت حلمت بيه. دايما اللي بيحصل في النهايه هو الافضل ليك والاصح ليك، حتى لو ما شفتش ده في لحظتها. مفيش دعاء مفيش بعده جبر. في جمله حلوه بيقول لك ان لو استجاب الله لكل دعواتنا في كل الاوقات التي نريدها لندمنا على الكثير منها. عشان كده رد ربنا دايما على اي دعاء انت بتدعيه بيكون حاجه من ثلاثه: يا استجابه فوريه، يا استجابه بس مش دلوقتي، يا اما بيبدلك حاجه افضل من اللي انت عايزها. سعيك وعشمك في ربنا اللي بدون حدود هم طريقك الوحيد لو عايز تطول وتنول.